حمدا لمنزل الدنا والداء ومنزل الشفاء والدواء حمدا لمنزل الدنا والداء ومنزل الشفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليدفعوا به عن البلاء ثم على من حيث ما استطاع مرض يبرأ بلا بد وفاز بالغرض محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلامي ربنا الكريم والآل والصحب سوي العلاء محتاجة الأسقام للشفاء هذا وإني اليوم ذو أوجاعي مبتغيا عون المجيب الداعي وأشتكي إليه ما من الضرر قد مسني حتى أراني محتضر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارفع ضرنا بجاه خير العالمين الأكرمين ثم بيمن رمضان الأعظم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحم همانا وتجاوز عنا وأنزلا يا ربنا خير النعم مكان ما نخاف من شر نقم وهب لنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والرزايا وهب لنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له الأمر ولا يا شافي أنزل شفاءك مكان الداء ولا تعاملنا بالابتلاء وأنزل النفع مكان الضر وأنزل الخير مكان الشر وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر واشف جميع المسلمين عاجلا ثم قهم خوفا وحزنا آجلا ونجهم وعافهم والتف بهم ولا تواخذهم بكسر ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك لضعف يظهر قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى غدا لكنما تلصص الجوارح أفضاهم لأقبه القبائح فلا تواخذهم بما لا ينقص ولهم بالذي لا ينفع يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب وأغرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين طرا لنا أخلاء فنكفى ضرا واجعل جميع المؤمنين في الهدى